ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سينا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية وعلى قد ايديك. هنعمل مع بعض الحواوشي بحشوة خطيرة بالامانة كده. اللي مجربش الحواوشي بالخلطة دي فايته كتير. سهل وبسيط وبدون لحوم وبدون فراخ، اكلات بقى اخر الشهر وكمان اكلات صيام جديدة بنبقى محتارين نعمل ايه. فيلا كده اعملوا معايا الحواوشي، هيطلع معاكم مجرمش وطعمه خطير بالامانه كده. اللي ما جربش الحواوشي بالطريقه دي فايته كتير. فيلا بينا نشوف هنعمل ازاي مع بعض واحده واحده. يلا بينا. هعمل الحواوشي النهارده بفول الصويا. بالامانه الوصفه دي رهيبه. معايا هنا حوالي كده 5 كوبايات من فول الصويا، ما يعادل يعني اقل من ربع كيلو بحاجه بسيطه. الفول الصويا بيبقى ده شكله. باخد الكمية بتاعتي وبغسلها، بشطفها كده شطفة تحت الحنفية، وبعد كده بغطيه بالمية. هو بيشرب المية بسرعة. انا هنا عاملة كمية كبيرة، طبعا انتوا تعملوا الكميات اللي انتوا حابينها. انا عملت كمية كبيرة بالمرة عشان هعمل منه الوصفة بتاعتي وكمان هشيل منه المرتين. خلاص بعد ما نقعته كده حوالي 10 دقايق بمية عادية من الحنفية، هنبتدي نصفيه كويس بايدينا كده ونعصره من المية وكمان نحطه في مصفى. على البوتاجاز طاسة فيها حبة حلوة كده من الزيت، وهنزل عليهم ب4 بصلات كبار. كمية البصل برضه على حسب ما تحبوا. هنقلب البصل كده لغاية ما يدبل معايا. طيب يعني كده ما يعادل كل كوباية من فول الصويا عليها بصلاية كده متوسطة. وطبعا زي ما بتحبوا، معروف الحواوشي بيحب البصل. بعد البصل ما دبل معايا هنزل عليه بكمية الفول بتاعتنا. هنعصره كويس من المية. شايفين انا بعصره بايدي كمان بينزل مية لانه هو بيشرب المية. بعصره كويس من المية وبعد كده حطوه على البصل. وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعض حوالي دقيقتين لغاية الفول ما يتشرب من البصل. زي ما قلت لكم انا عامله كميه كبيره، فالكميات على حسب ما انتوا تحبوا. هنزل عليهم كده بحوالي 10 فصوص من الثوم مقطعين صغير وهقلب. اول ما ريحه الثوم تطلع معايا هنبتدي بقى ننزل عليهم بفلفل حار اخضر بارد احمر الوان المتوفر عندي. انا حطيت هنا حبتين فلفل اخضر بارد، وكمان عليهم حبه فلفل حار كنت هرساه وشيلاه في الفريزر. لونه احمر. فالمتوفر عندكم حطوا. عندك هرسه شطه تمام، حط معلقه كبيره. وبعد كده هنزل عليهم بحوالي كده 3 طماطميات كبار مقطعين مكعبات. وزي ما قلت لكم الكميات على حسب ما بتحبوا. هنزل عليهم كمان بمكعب مرقة خضار وهقلب كل الكلام ده كده مع بعض على النار. بالأمانة الحشوة دي رهيبة، حلوة جدا جدا وطعمها حلو جدا. ولو عملتها مرة مش هتبطلوا تعملوها. حاجة كده جديدة مختلفة في الصيام. طيب هنزل عليها بقى بالبهارات بتاعتي. لو عندك بهارات حواوشي حطي معلقتين صغيرين مليانين. ما عندكيش هتحطي بهارات سبعة، حطي التوابل اللي تحبيها، بهارات لحمة. وكمان هنزل عليهم بالملح. حوالي كده معلقة ونص صغيرين من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وكمان هزود عليهم معلقة صغيرة من البابريكا عشان بس تخلي اللون كده معانا أحمر شوية. بس كده الحشوة بتاعتنا خلصت. رهيبة بالأمان. لو حبيتوا تحشوها في الوقت ده هتحسوا كده ان هي مفرولة يعني بتجع معاكم من الرغيف. احنا عايزين الخلطة تكون متماسكة كده كأنها معمولة باللحمة. يعني هخليها تتماسك بمعلقتين من الدقيق كبار. انزل عليهم كده بنص كوباية من المية، مية عادية برضو من الحنفية. وهقلبهم كده هدوب الدقيق، المهم ما يكونش فيه تكتلات. لو كتل معاكي صفيه بالمصفى. بس كده. وهنزل على الخليط بكمية الدقيق اللي احنا عملناها دي. طيب انا مش حابة اعمل خطوة الدقيق دي بالمية، ممكن تبدليها بحبتين من البطاطس المسلوقين المهروسين. يعني اللي يريحكم اعملوه، بس انا بحب الوصفة بالشكل ده بالامانة بيبقى طعمها رهيب. هقلب كل الكلام ده كده على النار دقيقتين كده لغاية ما طعم الدقيق يروح ويستوي معايا. وبس كده الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة ومتماسكة. مهما حشيتي بيها في الرغيف مش هتفلت منك ولا تتفرغل منك. شايفين تمسكت ازاي؟ الحشوة دي كفيلة تعمل معاكي مكرونة بشاميل الصيامي، تعمل معاكي صينية جلاش او صينية رقاق صيامي. يعني بالأمانة حشوة رهيبة، تعملوها في اي وقت لأي صواني هتعملوها. بس كده هنجيب العيش البلدي بتاعنا بالشكل ده وهنبدأ نفتح الرغيف. وابدأ احشي بقى الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا الرغيف اخد معايا معلقتين كبار كده مليانين. حابين بقى تقللوا عن كده تكتروا عن كده اللي تحبوه. بس احنا بنحب الحشوة قليلة، وبالأمانة كده الحشو بالمقدار ده كانت حلوة جدا. هنفردها كده في الرغيف بالشكل ده. شايفين بقى المنظر؟
خطير بالأمانة، يتاكل كده من غير ما تحمصوه. يعني لو عايزين تعملوا كده سندوتشات هتاكلوه هيبقى طعمه حلو جدا برضو. هفتح كمان معاكم رغيف وهتحشي بقى الكمية اللي انت عايزاها بالشكل ده. وينفع كمان تحشيه وتخزنيه في الفريزر وتطلعيه على طول على الاستعمال. ينفع معاكي بقى في اللانش بوكس للأولاد، ينفع معاكي في الرحلات، ينفع معاكي كمان لو عندك عزومة في أيام الصيام ومحتارة تعملي ايه. بالأمانة وصفة خطيرة جنب شوية مخلل بطاطس متحمرة. اعملوها ومش هتندموا. بس كده عملت كمية حلوة. أنا عملت حوالي 10 أرغفة من الحواوشي، وكمان فاض معايا حشوة كبيرة اهي تعمل حوالي كمان من 5 ل6 أرغفة. يعني حاجة كده تحفة واقتصادية ومية مية. هنجيب بقى نسويه. أنا هسوي في الفرن وهسوي على البوتاجاز. فهجيب صينية فيها حبة زيت كده وهنتن الرغيف من فوق لتحت، يعني الوش والظهر بتاع الرغيف، وهنرصه في الصينية. حطيت كده حبة زيت في الصينية. حابة تدهن رغيف رغيف تمام، حابة تعمل زي ما انا عملت كده برضو تمام. حطيت حبة زيت في الصينية ورصيت عليهم العيش ودهنت برضو الوش بقى من الزيت اللي في الصينية. هنكون مسخنين الفرن على نار عالية، وهنحط الصينية بتاعتنا دي على أرضية الفرن طبعا، وهنقلبها كل شوية. معايا هنا رغيفين دول هسويهم على البوتاجاز برضه. هندهن كده وش الرغيف وظهر الرغيف بالزيت بالشكل ده، وبعد كده هنسويهم على الطاسة. الطريقتين حلوين والطريقتين احلى من بعض. ده اللي في الفرن حطيناه على الارضية، وطبعا هنقلبه خلوا بالكم عشان بس ايه ما يتحرقش منكم. وادي اللي على الطاسة، طاسة صغيرة على النار، هنحط فيها حوالي معلقة كده من الزيت. وبعد كده هنحط الرغيف ونغطيه وشوية كده ونقلبه. حابة النار هادية النار وسط فبراحتك، بس خلي النار كده هادية عشان يتحمر معاكي ويطلع مقرمش وخطير. وادي اللي في الفرن كمان اتحمر معايا بالأمانة، ريحته كانت جايبة آخر الشارع، حاجة كده خطيرة. وادي اللي في الطاسة برضو اتحمر معايا. انتوا بقى درجة التحمير زي ما انتوا حابين، حابين محمر زيادة حابينه فاتح فبراحتكم. شايفين المنظر خطير. هكمل معاكم واحد تاني برضو معلقة كده من الزيت، ونحط الرغيف ونغطيه ونقلبه. جرمشته فظيعة، سامعين الخرمشة بتاعته خطيرة بالأمانة. طبعا هو الحشو من جوه مستوي، يعني احنا يا دوبك كده بنحمص العيش من بره. عايزينه طري بعد ما يطلع من النار على طول في حلة وهتغطوه. عايزينه كده مجرمش فهيطلع هيتاكل على طول بألف هنا وشفا. سامعين الصوت بتاعه بالأمانة كده خطير خطير بمعنى كلمة خطير فعلا. اللي ما جربش الوصفة دي بالحشو ده قبل كده فايته كتير. وما تخافيش من فول الصويا، هو مش ضار زي ما ناس كتير بتقول. ما فيش حاجة خلقها ربنا بتكون ضار، بس الحاجة ان زادت عن حدها بتقلب لضدها. فيعني المعتدل حلو، مرة او مرتين في الاسبوع حلو جدا منه. اخدت الفوائد وكمان غيرته في الاكلات، حاجة كده جديدة وطعمها حلو. وبس كده جنب شوية مخلل بقى وكله بألف هنا وشفا. وادي كمان الحواوشي اللي على الطاسة استوى معايا. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزينه طري هتغطوه بعد ما يستوي على طول، عايزينه مجرمش هتاكلوه على طول. شايفين بقى هنا حلاوة الحواوشي خطير بالأمان. جرمشته فظيعة، سامعين الصوت بتاعه تحفة بمعنى كلمة تحفة. دي وصفة النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية كده وعلى كد ايديكي. تقدري تعمليها في اي وقت مش بس في ايام الصيام. وإلا كده لو وصلتوا معايا لغاية هنا متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان كده ادعموني بكلمة حلوة ودعوة حلوة منكم لان كلامكم بيشجعني. شايفين الزيتون ده احنا عملناه مع بعض الموسم اللي فات، اللي احنا عملناه وخزناه وقلنا هنطلعه على الصيام وشهر رمضان. بالأمانة مجرمش وفاتح وطعمه خطير مش مهل. وبس كده دي كانت وصفة النهاردة، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سون. ولو محتارة تعملي غدا ايه النهاردة يلا على طول كده قومي اعملي. أشوفكم على خير. باي باي.